فبراير 2022. اليوم ده أعلن فيه وليد سليمان إنه هيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم في مباراة بين الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية في الإمارات. النهاردة وليد سليمان بيخرج من الباب الكبير وبيعتزل كرة القدم. نشأ في جيل أكل الأخضر واليابس، علموه إن كرة القدم مكسب بس مفيش خسارة، ليصبح الحاوي وآخر متبقى من جيل السحرة. لو هنتكلم كورة هتلاقي، لو هنتكلم فن وحرفنة برضه هتلاقي، لو هنتكلم أخلاق وأدب واحترام هتلاقي ده كله في وليد سليمان. لعيب اشترى الأهلي وقدر قيمة جماهيره، عشان كده هو غالي قوي عند الجمهور. تعالوا بينا بقى نعرف حياة وليد سليمان من زمان شوية. وليد كان من أسرة متواضعة في المنيا، اتولد في 1 ديسمبر 1984. بدأ مسيرته الكروية في فريق الشباب في نادي حرس الحدود. في موسم 2005-2006 انتقل وليد سليمان من حرس الحدود لنادي الجونة، وساعد وقتها فريق الجونة في الصعود من الدوري الدرجة الثانية للدوري الممتاز. بعد بقى التألق ده كله كان لازم يجيبوا كابتن مختار لفريق بتروجيت بعد ما كان خلاص فاضله تكة ويبقى في الإسماعيلي. وليد قدم موسم رائع مع بتروجيت، وفي أول ماتش ليه جاب جول، وده اللي خلى كابتن حسن شحاتة يختاره معاه علشان يمثل منتخب مصر في بطولة الألعاب العربية. أول ماتش دولي لوليد سليمان كان قدام منتخب السودان، واللي فاز فيها المنتخب المصري بالميدالية الذهبية. وفي يناير 2009 زي أي لاعب مصري أصيل، وليد سليمان كان عايز يجرب الاحتراف، وفعلا راح وقتها نادي أهل جدة. بس التجربة ما كانتش ناجحة قوي علشان كان فيها إصابات كتير، وعلشان كده رجع وليد سليمان تاني لنادي بتروجيت ولعب معاه موسم كمان قبل ما يروح نادي انبي اللي تألق معاه جدا وبقى من القوام الأساسي للفريق، وكمان راح منتخب مصر. بعد مفاوضات طويلة انتقل أخيرا وليد سليمان للنادي الأهلي في موسم 2010-2011 في صفقة كانت ب8 مليون جنيه. كانت أغلى صفقة للنادي الأهلي في الموسم ده، ومن وقتها وليد سليمان ما بطلش بطولات مع النادي الأهلي. وليد سليمان لما بينزل الملعب تحسه من الحماس اللي عنده انه ما عندوش ولا لقب، مع ان معاه ألقاب اكتر من أندية منافسة. خد الدوري المصري 6 مرات، وكاس مصر مرتين، والسوبر المصري 5 مرات، و4 مرات دوري أبطال أفريقيا، و4 مرات السوبر الأفريقي وكاس الكونفدرالية مرة، ومرتين برونزية كاس العالم للأندية. وليد في البطولات ما بيهزرش، ووليد سليمان برضه في البطولات دي فرحنا كتير قوي بحرفنته برجله الشمال، زي هدفه الرائع في مرمى الترجي التونسي في عودة نهائي دوري أبطال أفريقيا في رودس، واللي وقتها الأهلي خد اللقب. وطبعا مش هننسى الأسيست بتاعه في ماتش الكونفدرالية اللي عمله لعبة متعب. اللي باع واللي خان إلا الحاوي وليد سليمان. اللي باع واللي خان إلا الحاوي وليد سليمان. في النهاية نحب نقول شكرا يا وليد يا سليمان، شكرا على الأيام اللي متتنسيش، شكرا على الأيام الجميلة، شكرا على الوفاء والإخلاص للنادي. أحب الكيان فعشقه جمهور الكيان. قلنا ايه اكتر هدف بتحبه لوليد سليمان، وما تنساش تعمل لايك وشير لو انت على الفيسبوك، وسبسكرايب للقناة لو